مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، مشاهدي القناة الوطنية الأولى. أنتم الآن في حضرة الثقافة، برنامج جمهورية الثقافة، البرنامج الفكري الحواري الحضاري الذي يتناول كل القضايا الثقافية الجادة على الساحة التونسية، نناقشها مهما كانت أهميتها، ولكن بعيون الكتاب والنقاد والباحثين والفنانين وصناع الرأي العام والناشطين في دوائر المجتمع المدني. أعزائي المشاهدين، نخصص هذه الحلقة للأدب، أو لنقل الأدب الفرنكفوني التونسي أو الأدب التونسي الناطق بالفرنسية. اليوم بمناسبة انعقاد القمة الفرنكوفونية، وهو حدث ثقافي وحدث كما تعرفون وحدث سياسي مهم. تونس تحتضن القمة الفرنكوفونية، لذلك اخترنا أن تكون هذه القمة علة في الحقيقة الحديث عن الكتابة بالفرنسية في تونس، وتحديدا في مجال الأدب. أعزائي المشاهدين، دعونا من أجل إثراء هذا النقاش دعونا الدكتورة وفاء غربال. مرحبا بك، أنت أستاذة الأدب والحضارة الفرنسية في الجامعة التونسية، وأنت بالأساس كاتبة بالفرنسية، كاتبة روائية. مرحبا بك. لك العديد في الحقيقة من المنشورات في مجال الرواية، نذكر الياسمين أسود، ونذكر كذلك لو تونغو دو لا ديس دي دون، نترجمها تونغو رقصة التونغو، تونغو ربة الكثبان. فعلا مرحبا بك. سنتحدث عن الكتابة ونحاول أن ننفذ إلى جملة من الإشكاليات المتعلقة بالمسألة الفرنكوفونية، وهي مشكلة يعني أعتقد أنه موضوع يستأهل أن نطرحه. دعونا أيضا محمد. مرحبا بك سي محمد. محمد حرمل في الحقيقة هو أستاذ يدرس الفلسفة، وهو روائي، وتكوينه الأساسي في الهندسة المعمارية، ومتحصل على الماجستير في الفلسفة. مرحبا بك. شكرا. لك العديد من الروايات، ولك أيضا آخر إصداراتك كتبت كتابا محاولة فكرية نقدية حول الكاتب الياباني الروائي الياباني الشهير موراكامي. كتبت كتاب موراكامي إيه لا لوجيك دو ريف. إذن مرحبا بكم جميعا. نسأل السؤال البديهي. أنتم تنتمون، أنتم تونسيون، هذا السؤال التقليدي المعروف. أنتم تونسيون، خلفيتكم هي الثقافة العربية، وتكتبون بالفرنسية. لمن تكتبون؟ بديت نكتب الروحي لذاتي. يعني ما كانش عندي برنامج أني ننشر. بديت نكتب في سن 15-16 سنة. أول رواية كتبتها بالعربية في فترة المراهقة، ما نشرتهاش. ما نعرفش حتى اسكو ترتقي معناها أنها تنجم تنشر ولا لا. من بعد بحكم الاختصاص، خاطر معناها نعمل دكتوراه en littérature et civilisation française، وكملت دكتوراه نتاعي في فرنسا، وعشت 8 سنوات في فرنسا. دونك الجانب الفرنسي طغى في الثقافة نتاعي على الجانب العربي، وبديت نكتب رواية الياسمين الأسود يعني في نسختها الفرنسية. دوب ما كملت التيز نتاعي. يعني أنا في وسط فرنسي فرانكوفوني بحت. يعني كانت دون لوردر دي شوز، يعني بطريقه عفويه. كيف كتبت باللغه الفرنسيه، مانيش بهدف اني سمح لي وفاء. مثلا انا مثلا لاحظ مثلا ملاحظه يعني بسيطه، روايتك هذه صادره عن الدار التونسيه للكتاب لو جاسمان نوار رومان. هذه الروايه يعني مكتوبه بالفرنسيه، وفي نفس الوقت كأنك تعبرين عن إشكالية ما، وهي حاجة الجمهور الثقافي القراء أن يقرأوا هذه الرواية بالعربي، ونجد مباشرة هذه الترجمة الياسمين الأسود، رواية الدار التونسية للكتاب. هي فعلا يعني هذه تعبر عن مشكلة، بالنسبة لي يعني مشكلة مش يعني بالمعنى يعني هو ثراء أنت ككاتبة أي بالضبط، أنت ككاتبة تكتبين بالفرنسية، ولكن كأنك تتمنين أن تكون كتابتك هذه بالفرنسية أيضا موجودة بالعربية. ان فيت أنا في ذاتي ما عنديش صراع بين اللغتين. أنا عربية في ذاتي، ولكن راهي ليدونتيتي الهويه ما تقتصرش على احنا وين تولدنا واحنا وين تعلمنا واحنا شنو ما الكتب. يعني ابخي تو يعني مادامنا مازلنا نعيشوا قاعدين نكونوا في الثقافه نتاعنا. فما الثقافه اللي نتولدوا بها
واللي تصير في البلاد اللي احنا عشنا فيها، في العائله اللي احنا كبرنا فيها. وفما هذه الثقافه الإني معناها اللي احنا تولدنا فيها ما اخترناهاش. وفما ثقافه اخرى اللي الانسان يكونها، يعني فما تراث ويكتسبها، وهو وقتها باش يختار شنو يكتسب. انا معناها مني انا صغيره نحب نقرا بالعربي ونكتب بالعربي، تبقى ا مومون دوني صار ان كليفاج في حياتي، صارت انا حبيت ننفتح على ثقافه اخرى. وكان بالنسبه لي ليديال غيف اني نمشي نقرا في فرنسا، وهذاك علاش صار الكليفاج معناها في حياتي، ونلقى روحي في عالم في الفرنسيه مش في العربيه. وكتبت بالفرنسيه، و مومون دوني برشا ناس دابور طلبوا مني انهم يقراوا الكتاب بالعربي، اي كومبري والدي معناها الوالد والوالده، على خاطر هما يقراوا بالفرنسيه مش ما يقراوش، اما مش باش يحسوها بنفس يعني مش كيفنا بالعربي. فوالا دونك انا حبيت نبرز دابور لروحي اللي انا مازلت نعرف نكتب بالعربي برغم الاختصاص والدكتوراه والحكايات الكل، راني كمان عندي الباز هذيك نتاع العربي. وحبيت زاده حاجه اخرى اللي هي الكتابه بالفرنسيه، هي فينالمون سي كوم الجلده الخارجيه، كانوا ان ماسك الفرنسيه. يعني انا ليبيديرم الجلده الداخليه نتاعي عربيه، يعني شئت ام ابيت، هذيك هي. هذا نعرفوه احنا كي نقراو الادب المغاربي مثلا، وديجا كي تقرا كتابي تحس الجزائريين ولا المغاربه نحسوا كي نقراو نصهم الفرنسي في الروايات منكه بالعربيه يعني مش حتى منكه تقعد زينه. اما نحكي لك يعني انا لو سور موا نتاعي، انا الاعلى نتاعي عربي، يعني الام والاب، يعني ممكن نتجرأ بالفرنسيه اني نقول حاجات ما نجمش نقولها باللغه العربيه. نرجعوا لحكايه الجرأه، يعني هذه نسمعوها احيانا عند الناس اللي يكتبوا بلغات اخرى، يقول لك انا اللغات الاخرى تسمح لي باش نقول اشياء ما نجمش نقولها بالعربيه. ويبدو احنا في مرحله توا ولا كل شيء ربما يتقال. توا نرجعوا لها. سي محمد حارمل، انا باش نجاوب على سؤال نحب. سي محمد تسمح لي خليني نذكر انك انت، وهذا من واجبي نذكر انك انت حفيد محمد حارمل. نعم. يعني احد معناها الاعلام معناها نتاع الاعلام الحزبيه والسياسيه، الحزب الشيوعي التونسي. خلينا نذكر هذا هو جدك. نعم. تفضل. ولا انا نجم نقول بالنسبه لجدي معناتها انا نقول اللي ثم موروث معناتها نقولوا ثقافي هام جدا، وانا معناتها نشرف لي نحمل الموروث هذا، وعندي معناتها طريقتي باش نحمله باش نكمل في الموروث هذا اللي هو جدي في السياسه، وانا معناتها في الفن والثقافه والادب، ونتشرف به. بالنسبه للجواب نحب نجاوب نقول في جزئين، نحب ناخذ جانبين. الجانب الاول نحب نقول نعش يمكن من الناحيه الفلسفيه او من الناحيه الثقافيه، نقول اللي يمكن نجم نقولوا اللي ثم باش نقولوا معناتها يمكن يعني مسبق، حاجه عندنا نظريه مسبقه على حكم مسبق على الادب الفرنكوفوني. فوالا اللي هو معناتها، وحتى على اللغه، على اللي هو يعني الحضاره العربيه والثقافه العربيه هي يعني حاجه داخليه، يعني انتيريوريزي في الكولتور، والفرنكوفونيه حاجه جايه من برا. ووقت اللي حان الوقت دونك جات شويه من برا، وبعد صار عنف، وبعد وقت اللي مشى الاستعمار دونك نورمالمون لازم تخرج الثقافه هذيك ونعاودوا نرجعوا للاصل نتاعنا والانتيريوريتي ونسكروا على رواحنا. انا من جانب هذا نشوف اللي اول حاجه اول حاجه ساعه حاجه معناتها ما نشكوش فيها، هي حتى لطيفه الاخضر في الكتاب نتاعها هذا اللي خرجته عن نيرفانا اديسيون اسمه لا ريفولوسيون اي سون كونترير، بينت بالكدا. عملنا لها حصه على الكتاب هذا في جمهوريه الثقافه. فوالا عملت نحيوها بالمناسبه. فوالا نحيوها، بينت بالكدا اللي الحضاره العربيه يعني متاصله بالكدا معناتها في المجتمع نتاعنا، يعني ماهيش حاجه معناتها تاصلت بالكدا، ورات شنو هما المراحل اللي خلاو اللغه العربيه والحضاره العربيه تتاثر في المجتمع نتاعنا. ويمكن الحضاره الفرنسيه ولا الفرنكوفونيه ما عندهاش نفس، خاطر ما مرش عليها نفس الوقت ونفس العصور ونفس المراحل، معناتها نجم نقولوا اقل اهميه. اما من ناحيه اخرى يعني الحضارات الكل وقت اللي تصير يعني
معش اون انتيوريزاسيون ولا اون انكوربوراسيون نتاع اي حضاره لازم باش تجي ديما من برا ولازم باش تصير بالعنف. معناتها حتى الحضاره العربيه كيفاش دخلت ثم نوع من العنف وهي بدها كانت من برا. دونك الحاجه اللي حبيت نقولها اللي الفرانكوفوني جات من برا صحيح، اما من بعد تاصلناها وخذيناها ولات نتاعنا، حتى كان ماهيش نفس الاهميه. يعني تعتبر أن نعم. الفرنساويه يعني معناها جزء لا يتجزأ من الثقافه. نعم جزء لا يتجزأ من الثقافه العربيه والتونسيه. هكاك من الحضاره العربيه، الثقافه العربيه والتونسيه، وعنده الاهميه نتاعو ولازم نعطيوه الاعتبار نتاعو يعني في الثقافه نتاعنا. ومن بعد نشوفوا كيفاش نلقاو يعني جسور، يعني كيفاش الحضاره هذه، خاطر عندنا يعني دي زونيفرسيتير فرانكوفون، عندنا دي ليسي فرانكوفون، عندنا توت ان اونيفير فرانكوفون. وبعد نجموا نشوفوا كيفاش نلقاو لي بون معناتها ما بين بشكل مثلا كيما نقولوا الترجمه تنجم تكون ان بون انتيريسون كيما شفنا وفاء غربال كيفاش معناتها تهتم بشكل تترجم الكتاب نتاعها الى اللغه العربيه. حبيت نقول كيما حكيت وفاء، ما حبيت نقول اللي انا بدي كبرت في يعني في بيئه نجم نقولوا فرانكوفونيه، بيسكو يعني امي استاذه فرنسيه وقرات في قبل في ليسي فرنسي في غوستاف فلوبير، وابي قرا في ليسي كارنو. دونك كبرت انا بدي في يعني في بيئه فرانكوفونيه، يعني في مناخ فرانكوفوني خليك بالضروره معناها نجم نقول. ثم حاجه نقولوها احنا اليوم تقال في الثقافه التونسيه، حاب نسالكم معناها قبل يعني في سنوات ما كان اللي يكتب بالفرنسويه او اللي يتحدث على الفرنكوفونيه او اللي يعتبر نفسه فرنكوفوني مازالوا يقولوا انه انت كي تكتب بالفرنسويه فانت فرنكوفوني، وبالتالي فانك انت تابع جهه اخرى. انا ديما يتسال لي سؤال علاش تكتب بالفرنسيه؟ ديما السؤال هذايا معناها يتطرح في اي ايميسيون ولا في اي رونكونتر ليتيرير. اما عمري ما انت تعتبروا السؤال هذا ماهوش في مكانه؟ لا بالعكس، عليه سي ان شوا. ابخي تو انا نجم نكتب بالعربي، انا معناها بينت لي انا نعرف نكتب بالعربي، دونك علاش ما نكتبش بالعربي؟ ابخي نجم نعطيك انا دي ريبونس، اما ممكن مش كل انسان يجم تطرح له السؤال بنفس الطريقه. صحيح. يعني فما ناس يقول لك انا ما نعرفش نكتب بالعربي، سي ديفيرون، اما بالنسبه لي انا خيار. دونك معناها فما فرق بين خيار ولا مش، وفي كلتا الحالتين بالنسبه لي ماهيش تهمه يعني انك تكتب بالفرنسيه، هو انك انت محمد a parlé de pont et passerelle. En fait c'est جسور تواصل مع عوالم اخرى، كل لغه تحل لنا باب على حضاره اخرى اللي احنا نستقطبوها وان لانتيغ، وما عادش حاجه دخيله، حاجه تولي داخله في تركيبتنا الشخصيه معناها. برغم اللي انا نعتقد اللي الفرنكوفوني اون تونيزي راهي قاعده ما هيش الفرنكوفوني اللي كانت موجوده قبل. يعني جو سوي enseignante de littérature française. اي بالضبط، تعرف الموضوع هذا. نعرف اللي يعني ما عادش لغه ثانيه الفرنسيه في تونس، ما عادش لغه ثانيه. شو ولات؟ لغه اجنبيه، ما عادش لغه ثانيه. ثم تراجع. ثم تراجع كبير. ثم تراجع كبير ياسر. التدريس الفرنسيه والناس اللي تقرا بالفرنسويه، وثم جيل قاعد يندثر اليوم اللي يعرف الفرنسويه. صحيح. يعني انا نشوف مثلا لي جينيراسيون اللي قبلنا بشويه، جينيراسيون تاع 70 80 يعني متمكنين اكثر من اللغتين. حتى في نحكي على لي زونيفرسيتير، حتى على الجامعيين توا اكثر الجامعيين الفرنكوفونيين ما يتقنوش اللغه العربيه. يعني سي ان فيت مش تهمه هي. دونك بالحق الفرنكوفونيه فما تراجع فيها في تونس، مي جو بونس اللي هذا ما يمنعنيش اني نكتب بالفرنسيه، خاطر انا مش نحسبها بعدد العباد اللي باش تقراني. انا شنو كيفاش جاتني الكتيبه في لحظتها، خاطر ما نحبش نحكي على تجليات ولا انسبيراسيون، مي الكتيبه تجيك في لغه معينه، يعني مش انت باش كيف ما وقت نحكيو توا ساعات كلمه تزلق بالفرنسي، نجم في ديسكور معين بالعكس نحكي بالفرنسي وتخرج كلمه سي با موا، سي با فريمون ان شوا. هو مش انا قلت اي برا نقرر خليني بيل وفاز زعما نحكي شكون اللي يقرا لي اكثر زعما كان نكتب بالفرنسي. بيان سور في تونس باش يقرا لك اللي تكتب بالعربي اكثر. اذا كانك انت فريمون في معناها قاعد تخدم بطريقه كيفاش نقولوها معناها كوميرسيال، تلوج شكون اللي باش يقرا لك اكثر. تجاريه.
ماهوش هذا هو الغرض، ولو اني ترجمت واحد من الكتب نتاعي ماهوش هذا هو الغرض، ولو انه سافي بليزير ديما انك تعرف انه فما عدد كبير من العباد تقرا لك كسوا بالعربي ولا بالفرنسي. يعني ما نعتقدش اللي فما صراع انا بيناتهم، فما بيبليك للعربي وفما بيبليك للفرنسي وفما بيبليك اللي يقرا زوز. محمد. انا تبعت شويه هذايا لو كونغري دي زيكريفان، تبعت شويه حاجات وحكاو حاجات اللي انا معناتها نتفاعل معاهم معناتها بطريقه ايجابيه. معناتها كيفاش اول حاجه نقولوا احنا اللي من الاول بالكل معناتها اللغه الفرنسيه ما هي جات بالاستعمار ساعه. اول حاجه خلينا الديكولونياليه، النظره الديكولونياليه نجموا نشوفوها بطريقه واحده اخرى. خاطر هي النظره الديكولونياليه ايش تقول معناتها اللي تمشي شويه مع النظره الديكولونياليه، تقصد معناها النظريه تاع ازاله الاستعمار. نعم أي. نعم. شنو نوضحوا نقول فوالا نظريه الديكولونياليه ثم يعني اتجاه هذولي، خاطر توا ثم حاجه معناتها فطنت بها اللي نجموا نكونوا عندنا برشا اتجاهات، مش اتجاه واحد. ثم اتجاه يقول لك اللي الديكولونياليه تعني اللي احنا توا تتماشى بالقدام مع نظريه تصادم الحضارات. يعني ثم حضارات يعني مغلقه على نفسها، وكل واحده وكان باش تفرض السلطه على الحضارات الاخرين، باش تفرضها بالقوه، وباش تفرض بالهيمنه نتاعها اللغه نتاعها، وباش تفرض الحضاره نتاعها. ومن بعد احنا توا في فتره كل حضاره باش تسكر على روحها وتلقى الهويه نتاعها. اول حاجه النظره هذه ساعه لازمنا نشوفوا اللي الحضارات هذوما يتفاعلوا مع بعضهم، معناتها ماهمش حضارات مغلقه. الحاجه الثانيه اللي انا معناتها تعجبني برشا في نجم نلقى نظره واحده اخرى، النظره الديكولونياليه، هي كيفاش قاعد يتقال الكلام هذايا في الجدل حول انا نشوف هكا، انا نحس اللي الديكولونياليه تمشي في الاتجاه هذا، معناتها ثم حضاره مغلقه على نفسها اللي هي النقيه، الحضاره العربيه، وثم الحضاره يعني الجوديو كريتيان المسيحيه الغربيه واللي هما ديما في تصادم يعني. والديكولونياليه هي لازم الحضاره مثلا الحضاره العربيه تعاود ترجع الهويه نتاعها وتفرض نفسها. انا نشوف اللي الحكايه نجم نشوفوها بطريقه واحده اخرى. يعني اللي هذه تصادم الحضارات لازمنا نتجاوزوها. يعني الفتره الديكولونياليه هي فتره تعني اللي ثم تلاقح بين الحضارات، واللي الفرنكوفونيه ولات جزء من الحضاره نتاعنا، يعني من لا كولتور افريكان، لا كولتور تونيزيان، لا كولتور مغربي، كولتور عرب، فوالا كولتور عرب، واللي احنا لازم معناتها ناخذوها بالطريقه نتاعنا. معناتها كل فنان وكل مبدع وكل باحث معناتها ياخذ التراث معناتها هذا ليغيتاج هذا ويستعملوا ويكون حتى معناتها فخروج. فوالا ثم حكايه بولتان دير ويستعملوا يكون كاتب ياسين ولو انها ياسر نيجاتيف كلمه قالها في فتره هو يعني فوالا مش حتى فوالا مش الجزائر سياق صعب مش فوالا جوستومون هذا في سياق يعني كولونيالي وكلها. ما نجموا نقولوا اللي مش حتى زاده فرنكوفونيه واحده، ثم برشا فرنكوفونيات، ثم انت والسياق، انت والجغرافيا، انت جوستومون والكونتكست التاريخي نتاعنا. دونك هذه حاجه يظهر حاجه هامه برشا معناتها. ولكن بالمقابل ثم مشكله ماذا بيا انا نسالها تجاوبوني عليها، ونجم نكون غلط. ثم قله اعتراف، صحيح، ثم قله اعتراف على الاقل من الجانب الفرنسي لهذه المساهمات الكبرى التونسية والجزائرية والمغربية واللبنانية والسورية. أولا مساهمة في حضارتهم، في حضارة مجتمعاتهم، ومساهمة في الثقافة الفرنسوية. ثم قلة اعتراف إلا بعض الاستثناءات. وهنا نحب نذكر مثلا أنا كي نقرأ مثلا رولان بارت مثلا وقت اللي يستعرف بأهمية عبد الكبير الخطيبي، يقول عبد الكبير الخطيبي علمني وحلي يعني ذهني على اشياء ما كنتش نعرفها. هذه تظل معناها تبقى استثناءات. اليوم نحسوا كانه الكاتب اللي يكتب بالفرنسويه تابع لهذه الهيمنه، نحب ولا نكره، هي هيمنه ثقافيه، هي هيمنه ثقافيه ناعمه اللي هي الفرنكوفونيه. الحاجه اللي نجم نسقطوا فيها هي صحيح كما انت قلت، اللي هو نكونوا معناتها منفيين، معناتها كاريمون اكسكلو مش شرطين. هذيك هي هذيك الحاجه الهامه. معناتها احنا نكتبوا باللغه الفرنسويه ديجا
معناتها صعيب باش تلقى الاعتراف من الجمهور الفرنسي ولا الجمهور الرسمي او من السلطه فوالا فوالا أي. à moins de publier في فرنسا. à moins voilà Ça change ال وسي با ايفيدون ماهوش c'est شيء pas ثابت évident ماهوش du ثابت tout. صح خاطر- تخرج جاليمار ولا فوالا ثم خدمه وثم أي. باركور و بون سي فوالا دونك تنجم تكون مشيره معناتها منفي من ولا من الجمهور خاطر انت تكتب باللغه الفرنسيه معناتها الجمهور التونسي مثلا خاطر ماكش الثقافه نتاعك ماهيش ما تلقاش برشا قراء وتنجم الشيره الاخرى تلقى روحك منفي جوستومون خاطر الكتيبه نتاعنا كاني ما بين البنين الفرانكوفوني جوستومون تنجم تقعد كان بيان سور ثم باركور يخليك تخرج من الحكايه هذوما ثم الترجمه ثم معناتها تحاول معناتها تخلط الميليو هذا اما تنجم تقعد ما بين بينين معناتها لك تابع القراء واحد معناتها التونسيين ولك تابع القراء الاجنبيين تقعد ما بين البينين اون سورت دونتر دو ولا ميم دو بورغاتوار هكا شويه معناتها لا مي سي فاسون بارلي مي اما نورمالمون ثم دي استراتيجي اللي يخليوك تخرج من الحكايه هذه ديجا لازم واحد يكمل ديما يقعد يكتب ديما ينتج وديما يحسن في معناتها يخدم بالكدا ويحسن في الخدمه نتاعو في الجوده وبشويه بشويه معناتها يحاول سواء على عبر لا ثم نماذج ناجحه وسي ايضا بيان سور واحد يفكر مثلا في امين معلوف مثلا معناها كيفاش وصل للاكاديمي فرانسيز والروايات نتاعو وكذا معناها ثم امكانيه موجوده بيان سور فوالا الامكانيه موجوده لازم واحد يقعد يواصل معناتها في المثابره في العمل حتى لين يخلط يعني الجمهور بس سيغ مش باش يجيبوا لك كيفاش تعيش انت بلاتو ويقولوا لك بيان سور اي معناها والله انا نحاول باش ما نفكرش برشا في الحكايه هذه ولو انا ساعات تحس في نفسي كمان اني نشوف معناها بعض يعني ديما فما نوعيه معينه من الكتاب هما اللي نشوفوهم اكثر واحنا اوني ان بو مي اليكار مي نقول انا باش نضيع الانرجي نتاعي نفكر في الحكايه هذه مانيش باش نقدم باش نضيعوا في هكا نكتب بيه ونحاول نطور من ذاتي وفي يوم من الايام تو نوصل معناها ماهيش سي با لا سيليبريتي لا ريكونيسونس كي امبورت لو بلوس بور موا مش هذيك اهم حاجه المهم انا دابور جو مو في بليزير خاطر الكتابه اولا واخيرا هي لحظات السعاده اللي لحظات هذيك الباسيون كي سيكزيرس فما حب الكتابه للكتابه مش باش نولي انا وفاء غربال سيليبريتي معناها انت سيليبريتي راك في تونس نعلمك كان نحب نولي نعلمك رسميا معناها كان تحب تولي سيليبريتي يعيشك كان تحب تولي سيليبريتي اعمل اي حاجه تو تعمل بوز تولي يشوفوك 20 مليون لا واحد ماكمش في هذا مش في هذا السياق طبعا جو مو دي اللي كيف طور روحه الانسان il finira par attirer l'attention que ce soit في تونس ولا bien sûr باش tu vas doubler de travail peut-être مش كانك كتبت بالعربيه وركزت امورك في العربيه راك فما ناس في القارئين يعني زغابوفون القارئين tu arriveras plus rapidement احنا معناها اوني اونتر دو شيز كما قال محمد بين زوز انواع من القراء ودو زونيفير ودونك لازمك تو دوبل ديفور باش تتعرف وباش توصل معناها سي سور كو تو فا فورنير بلوس ديفور كانك كتبت في لغه معينه واحده لغتك الام مثلا العربيه وركزت عليها معناها وكهو مانيش عايشتها كمأساة معناها مانيش مش معاناه بالنسبه مانيش معاناه بالنسبه لي اي انا نعمل نحاول ننجح في اللي نعمله ونحاول نطور من روحي كان جات الريكونيسونس مرحبا بها ما جاتش الريكونيسونس انا راضيه على اللي انا نحاول نعمل فيه معناها واضح محمد وانت تكتب في الروايه تكتب في الروايه توا نحب نذكر مثلا عندك روايه سكولتور دو ماسك نحات الأقنعة الرواية الأخرى اللي هي الأحلام الضائعة لليلى حكيوا على المرجعية وهذا هو سر الكتاب اعتبره الأساسي اللي باش يكشف لما تكتب أنت شنو المرجعيات نتاعك يعني شنو هي معناها الانسبيراسيون شنو هو الإلهام مراجعك معناها اللي تكتب بها المراجع وباش نسألك المراجع هذه مسألة الهوية تطرح فيها ولا لا؟ وصياغتها بعد في الكتابة كيفاش تعمل؟ نعم أولا أي المراجع ساعة أولا متعددة يعني ومن كتاب لكتاب المراجع يعني التونسية
والمراجع العربيه تطرح معناتها بصفه باكثر كثافه كل مره. معناتها المراجع نتاعي ثم مراجع غربيه، مراجع يابانيه معناتها يابانيه هذيك في الحصر، تو نحكيو على وثم المرجع ثم ساعه المجتمع التونسي ديما يتطرح معناتها مساله المجتمع التونسي ديما مطروحه. واما في كل من كتاب لكتاب كل مره تعاود تطرح بطريقه جديده يعني. مثلا ما بين الكتاب الاول والكتاب الثاني المجتمع التونسي، المساله نتاع المجتمع التونسي ومساله يعني كيفاش القواعد الاجتماعيه وكيفاش القواعد الاجتماعيه تنجم تعمل ضغط على الفرد، ومساله يعني العادات والتقاليد والمساله الدينيه مطروحه لكن بصفه غير مباشره عبر الاستعارات، يعني عبر استعاره الاقنعه وكيفاش وقت اللي الفرد يعني ما يلبسش القناع اللي تعطيه له القبيله واحد يتعرض الانفاء يعني. في الكتاب الثاني يعني الفضاء يعني الجغرافيا ولات تونسيه، يعني خاطر الكتاب يصير في تونس يعني في بلايص معناتها نعرفوهم والشخصيات تونسيه، يعني دونك المساله التونسيه والمساله الثقافيه ديما تتطرح حتى في الكتب الاخرين. محمد فضل. انا قاريه الكتب نتاعك ولي ريف بيردو دو ليلى جو لي بروغرامي في البروغرام لي ستوديون نتاعي برمجته في برنامج الطلبه، برنامج الطلبه ليتيراتور فرانكوفون تونيزيان ديكسبرسيون الفرنكوفوني فوالا. صحيح انت روايه لي ريف بيردو دو ليلى تصير في تونس، اما كنا نجموا نبدلوا اسم تونس باسم ما نعرفش اي بلاد اخرى، والياس البطل نتاعك هكا ولا مش غلطه كان ينجم يكون اسمه جورج ولا هذا مديح ولا ذم؟ لا له مديح له ذم. حبيت نقول يقدروا تحطي فيه انت على المدار جو بونس اللي خاطر كنت سالت على الهويه، جو بونس اللي فما ان كوتي يونيفرسيل دون لي زيكري دو محمد حربل، هو اكثر مديح اكثر منه ذم. بالضبط هذاك علاش انا سالت باش ما نتعاطاش معناها ما نحبش الذم. اللي هو معناها لونيفير نتاعو لونيفير نتاعي ما يشبوش لبعضهم. بورتون رواياتي سو باس في تونس بين تونس وفرنسا اللي هو يشبه للباركور نتاعي، ومحمد عنده وحده كي سو باس في الامريك معناها شي لي زاميرانديان جو بونس، وعنده روايه اخرى عند الزنديانات فوالا عند الزنديانات وروايه اخرى كي سو باس في تونس. ولكن الزوز راهم ما حناش في دي زونيفير كومبليتمون ديفيرون، حتى ولو لو كادر الاطار الزماني والمكاني تبدل. سي ان بريتكست ممكن يخليه يقرب اكثر للقارئ التونسي كيلكو بار، مي لا ريفليكسيون اللي بلوتو جو بونس يونيفرسيل، ما هيش ما تقتصرش على الهويه التونسيه وما فيهاش فريمون دي زيليمون كي رونفوا بارتيكوليرمون للهويه التونسيه. هذا حسب اعتقادي انا، ما نعرفش توافقني ولا يمكن هذا معناتها ان تو لي كا البوان فيو نتاعك في حاجه، شكرا على البوان فيو في حاجه انتريسونت هي حكايه لونيفرساليتي معناتها كيفاش هذاك هو الاوبجيكتيف كونيه فوالا الكونيه، يعني هذاك هو يعني الحاجه اللي نلوجوا فيها معناتها نعطيو حاجات من معناتها يعني من التاثير، نبداو متاثرين بثقافات متعدده مختلفه ومتاثرين بالثقافه نتاعنا، وبعد نعطيو حاجه اللي تخرج من الثقافه نتاعنا وتبدا عندها بعد كوني معناتها. هذا حاجه كنا نطمحوا له يعني، وكانه عمليه دائما عمليه ثم عمليه التكرر، عمليه الاستيعاب والسهر ثم اعاده الانتاج. نعم. وثم مسألة أخرى هذه يمكن تنجم تطرح في الكتابات الجايين، ويمكن موفي زاد نجم نشوفوا معناتها شنو رأيك في الحكاية هذه. حتى اللغة يعني اللغة نتاعنا أنا حتى في الكتب اللي نكتب فيهم معناتها نحب ديما ندخل وليت عبارات تونسية معناتها، وبعد نشوف في اللغة الفرنسوية. في اللغة الفرنسوية اسكو باش نخليهم نحطهم معناتها باللغة هذيك، ولا اسكو باش نحط الترجمة نتاعهم من بعد. دونك المسألة ولات تطرح دو بلوز اون بلوس كيفاش ندخلوا اللغة نتاعنا اللغة الدارجة في اللغة الفرنسوية. وهذا صار على مسار الزمن انه برشا كلمات بالعربية دخلوا الفرنسوية واصبحوا كلمات فرنسية. جوستومون معناتها لازم نخرجوا من الشيما اللي احنا باش نكتبوا باللغه الفرنسويه هكا نجموا ندخلوا فيها اللغه نتاعنا، ونشوفوا كيفاش معناتها ندخلوا كلمات تونسيه وبعد نترجموهم ولا لا، ولا كيما مثلا في الادب الروسي وقت اللي تلقى كلمات هكا روسيه ويحط لك ساعات اتوال ويفسرها، ولا حتى ما غير زاد. باش نعطيك ميتافور سهله كي طيبوا مقارونه دي بات
الإيطاليان، اسكو احنا نطيبوها بالطريقة الإيطالية؟ باش طيبها بطريقتك انت التونسية، باش تعمل فيها دي انغريديون توانسة يخليوها تولي مقارونتنا احنا. جو بونس كو سي لو ميم برانسيب بالنسبة للأدب. صحيح احنا هو نكتبوا الادب قريب للماكله في الحقيقه. هي غذاء الروح يعني. طبعا. صحيح احنا نكتب باللغه الفرنسيه، ولكنها ليست بفرنسيه مجتثه من الطابع التونسي ومجتثه من هي الهويه فرنسويه التونسيه. تونسيه، هي فرنسويه تونسيه. فعلا هذيك علاش اون بارل دو فرانكوفوني على فان اس، خاطر كل فرانكوفونيه عندها طابعها الخاص، مش كيف ما السنغالي يكتب، مش كيف ما التونسي يكتب، حتى الجزائري والمغربي والتونسي ما يكتبوش بنفس الطريقه. وهذا ينطبق حتى على الانجليزيه، مش الانجليزيه نتاع الباكستاني كما الانجليزيه نتاع استراليا الاسترالي. ولا. انا باش نسالكم سؤال فيما يتعلق بعلاقتكم ومحاورتكم مع اصدقائكم اللي يكتبوا بالعربيه. ثم حوار ولا ثم قطيعه ولا ثم نوع من الجدران الوهميه ما بين يعني زملائكم اللي يكتبوا بالعربيه، ديكسبرسيون عرب يعني يكتبوا بالعربيه؟ بالنسبه لي انا ما ثماش قطيعه معناتها. ثم ساعات فترات نجم ثم ناس قراب لكم، ثم ناس يكتبوا بالعربيه قراب لكم. اي انا نحسك ثم ناس قراب لك اللي يكتبوا بالعربيه. انا مثلا نعرفش مثلا عندي علاقه باهيه مع ايمن دبوسي مثلا، نقرا نحس ثم قرابه بينك وبين ايمن دبوسي مثلا معناتها، حتى في العوالم هكا شويه. اي معناتها نقرا له الكتب نتاعو ونتاثر بهم، ومعناتها نحب برشا الخدمه نتاعو، وثم معناتها صديقه ادبيه معناتها باهيه، ونحب ونتبع ونقرا شويه قريت الكمال الزغباني ونقرا، اما معناتها ما نخرجش برشا، معناتها ديما نقعد هذاك خاطرني مانيش معناتها ما نورليش برشا، مي نقرا نتبع. ديرنييرمون قريت الكتاب نتاع رميلي وعجبني، أنا رميلي وعجبني برشا، نتبع. بالنسبه للصداقات الادبيه فوالا نعم معناتها يمكن ثم حياه ادبيه اليوم في تونس تجمع ما بين كتاب ديكسبرسيون فرونسيز فرانكوفون ولا منعدمه؟ اكيد يعني اكيد، اما كل واحد كيفاش معناتها تنجم تكون الحياه، يا اما معناتها في المعارض، يا اما في لي زيفينمون، يا اما تنجم تكون صديقه يعني حتى معناتها ماهوش من غير ما توري، معناتها تنجم تقابل، تبدا عندك دي زامي ليتيرير تقابلهم في معناتها دون ان كونتكست انتيم و فوز ايشانجي دي زيدي، ولا نجموا نحكيو مي سون كو معناتها ثم برشا حاجات يصيروا، ثم برشا دي ايشانج قاعدين يصيروا اما بطريقات مختلفه. واضح. ثم اللي يتوريوا على لي ريزو سوسيو، ثم اللي ما يخرجوش، ثم ان ايشانج بيان سور. انا مثلا نحاول نقرا لي باغ اكزومبل سي شكري مبخوت هو اللي عمل لي البريفاس نتاع الياسمين الاسود في نسختها العربيه. سي شكري مبخوت اللي انا قريت له معناها لي رومان نتاعو. مانيش ما ندعيش اني نقرا اللي تكتب نقرا اكثر الفرنسيه بوغ اتر اونيت، نقرا اكثر اللي تكتب بالفرنسيه بالعربيه في تونس ان توكا. اما معناها فما ان ايشونج ان توكا parmi les écrivains francophones التوانسه اللي في الجينيراسيون محمد اصغر مني معناها، مي بيني وبينه فما اون سيغتان اميتي معناها سا نوز اريف ان اون سو رونكونتر كيف ما توا عندك سور ان بلاتو، والا مش ديما مش ديما، والا في معرض كتاب اوتور دي ليفر، ولا في راديو سا نوز اريف اوسي. دونك ما فماش، ما نحسش اللي فما هكا قطيعه كل واحد عايش في عالمه. فما خصوصيه مش بالضروره صداقه دون لو سونس صداقه معناها لو سونس بروفون دو لاميتي، مي فما ود. انا نقصد فما ود وايشانج. اللي قصدته انا، هل ثمه رجع صدى الشيء اللي تكتبوا فيه فما اللي عند الناس اللي يقراوا ويكتبوا بالعربيه؟ هذا قصدي. مثلا محمد مره اون ما انفيتي نتذكر في كولوك ولا تابلو روند في بنابل، عمل بريزونطاسيون ما نجمش يحضر، بعث البريزونطاسيون تاع الجاسمان نوار. هو انا محمد استضفته مرتين للسيونس نتاعي في الجامعه في الدرس. هو وخاوله حسني، استضفت حتى سامي المقدم، عاطف عطيه، استضفتهم للحصه نتاعي باش نقول لي زيتيديون راهم لي زيكريفان ينجموا يكونوا
صغار في العمر أي. ينجموا تحكيوا انتم وياهم، راهو مش بالضروره ماتوا لي زيكريفان، ينجموا يكونوا ومش ناس بالضروره تصورهم ابيض واسود. صحيح، ومش هذيك اللي متصورين معناها حدا المكتب، هيك متغشين. الكاتب اللي في عرفت اللي في أي، برج على الصورة. العاجي صحيح. اللي ما يحبش يوصلوا يسالوه دي كيستيون على حياته. أي. شكوني ليلى هذه وحده كانت على لي غيف بيردو دو ليلى، اسكو تعرفها، اسكو يدخلوا في الخصوصيات. طبعاً. دي كيستيون تري انتريسونت دون لي étudiants معناها سون كابابل دي فوا اللي ممكن انا جو نوزغي با معناها بوزي لمحمد. اي هذايا نعتقد اللي هو معناها يخلينا مش اني انا كتبت كان الروحي معناها لا كتبت ما نعرف شنو قاعد يصير اوتور دو موا اوسي بيان بالعربي كو بالفرنسيه وفما ان ايشانج. Voilà. Ça nous arrive de discuter de nos propres livres معناها بينات بعضنا. محمد ترى اليوم انه الكتابه بالفرنسيه سواء كانت خاصه في الادب اذا نقارنوا مثلا العشريات انها في تراجع، جمهورها متراجع، والا عايشه مرحله نوعيه. لو تقيم انت مثلا. اظن ساعه اول حاجه ساعه ثم لازمنا معناتها نعملوا ريسونسمون نتاع الادب الجينيراسيون اللي قبلنا واللي مازالت هي توا معناتها، وزاد لازمنا شويه وقت باش نجموا نعرفوا باش نجموا نعملوا الريسونسمون نتاع الحاله يعني نتاع توا معناتها لازم شويه وقت. اما عندنا معناتها كتاب اللي يكتبوا من قبل واللي عندهم توا معناتها عندنا قامات واللي عندهم الاهميه نتاعهم كيما علي باشر وكيما امنه بالحاج علي باشر ولا علي باشر كيفاش هو؟ علي باشر علي باشر يخرج يخرج في خرج في دور نشر فرنسيه ينشر عند اليزات تونسي. امنه بالحاج يحيى زاد امنه بالحاج يحيى معناتها هما معناتها توا معناتها معناتها تابعين يعني الادب، وانا معناتها نذكر هكا على سبيل المثال تابعين الادب التونسي توا طبعا اكيد. وتوا احنا معناتها ثم جينيراسيون جديده قاعده تخدم وقاعده تكتب وقاعده تنتج. ثم حاجات جدد سيغتينمون توا احمد محفوظ وقت عمل ان ارتيكل وقال اللي ثم ادب جديد اللي هو يعني الفانتاستيك قاعد معناتها ما نعرفش ما نجموش نقولوا يمكن قبل ما كانش فانتاستيك والبولار يعني والثريلر يعني الاجناس الروائيه اللي هي ياسر فوالا. دونك هذا حاجه جديده يمكن حاجه جديده هو اللي ثم برشا اجناس جديده قاعده يعني تفرض في نفسها في يعني في الساحه الثقافيه. هذه حاجه معناتها لازم معناتها يفو لا ريسونسي. وثم دي جينيراسيون جدد معناتها نتاع كتاب قاعدين يكتبوا قاعدين يعملوا في برشا حاجات، وسيغتينمون ثم دي جينيراسيون جدد مازالوا باش يجيو. دونك انا ما نراش جديده زاده اللي هي ثم ظاهره جديده كيستيون تاع البوك تيوبينغ ولا لي انفلونسور وانفلونسوز ليتيرير. عاود بشويه شنو الكلمه الاخرانيه اللي قلتها؟ بوك تيوبينغ سي كوم سا كو دي والله ما نعرف. عبيد قارئه ولا قارئ يعمل اون فيديو يصورها sur YouTube par exemple. Ça peut être sur Instagram, ça peut être des هذا بروموسيون هذه هو مش بالضروره راهم اصحاب هو وياه ولا يخلصوا ولا مي كيلكان قرا كتاب عجبه يهبط عليه بوك ريفيو كومون دي. سامحوني على الدمج بين العربي الانجليزيه والفرنسيه. وفما الظاهره هذه فما ناس تتبع في الشخص هذاك تلقى فما 3000 4000 5000 واحد يتبعوا فيه دي كي لو سويف فولورز ويتبعوه وكيف هو يقول لهم الكتاب هذاك تحفون راهو باهي راهو هي يمشيو يشريوه. فما الظاهره هذه خاصه كي يكون عنده مصداقيه بيان سور. فما اون سورت دو فينومين دو مود اللي لازمنا ناخذوا منه الجانب الايجابي والجانب السلبي خاطر فيه جانب ايجابي وفيه جانب سلبي. صحيح اللي راهو نخضعوا للماركتينغ كون لو فيو با. الكتاب هو اوبجي يتباع ويتشرى يخضع لقواعد الماركتينغ كون لو فيو با. تبقى تو ديبون شكون اللي قاعد يسوق للكتاب. فما ناس بالحق عندهم مصداقيه كيف يقوموا ويحكيوا على كتاب يعرفوا لي كورون ليتيرير يعرفوا اش تكتب قبل يعرفوا شنو قاعد يصير يعني عندهم فكره عامه على شكون قاعد يصير في الليتيراتور كو سوا تونيزيان ولا ايور. وفما ناس بيان سور فما معناها كي سون با اوسي كومبيتون. هذاك هو لو دونجي نتاع الفينومين دو مود انه ينجم يكون هايل خاطر شخص كان القرايه تولي موضه معناها. يعني تخيل انت الموضه كيف ما
موضه ما نعرفش انا جيل مقطع تخرج موضه نقراو كتاب. فهمت؟ جي ريان كونتر جيل مقطع، سا ماريف دون ميم. تصور نلقاو نهار مثلا روايه pour مثلا لو جاسمان نوار تاع وفاء غربال مصوره مثلا في المترو ببليسيتي مثلا، مش حاجه معناها هذا يصير في سو سخي البلدان اكستراوردينير معناها محلاه، يعني انه مش كان دبوزه نتاع اي مش حاجه نتاع جو ولا نتاع ولا بسكوي، يعني حتى هذاك غذاء الروح. فما حاجات، فما قراء، ماهوش ما فماش قراء. انا اكتشفت اللي التوانسه يقراو التوانسه يقراو، ماهوش ما يقراوش. ا مومون ذكر خرجت دراسه فيغ لي زاني 2015 حاجه كي هكايا، اللي التوانسه 70% من التوانسه عمرهم ما قراو حتى كتاب بخلاف القران، يا سافوار دو كيل فاسون ils l'ont lu aussi، معناها مش كل قراءه قراءه. جو بونس اللي فما اون جينيراسيون اللي قاعده تقرا. اما جيل طالع اليوم قاعد فما عنده علاقه متينه بالثقافه وبالقراءه فما ناس تتبع وتقرا، يعني باش ما نقولوش انه أي. مثلا انه المشهد سوداوي، ثم ناس احيانا معناها يفاجئك معناها، فهمت، تقول هذا كيفاش وصلوا الكتاب هذايا وقراه ويقول لك عليه ويعطيه رأي، يعطي رايه، وماهيش استثناءات، هذه ظاهره قاعده تنمو. وعلاش نقول الكلام هذا؟ نقول الكلام هذا لانه يلزم، لا انتبهت وانت كاتبه تنتبهي لشيء وجامعيه تنتبهي لشيء هذا، لازم تكون ثم فعلا تكون ثم سياسه حقيقيه. صحيح. خاطر هذه اشياء فرديه، معناها الناس اللي مغروم بالقرايه ولا مغروم بالكتابه وكذا، ولكن ما ثماش اليوم عندنا سياسه، اليوم في السياسه الثقافيه اللي تحتضن هالمسار هذايا المعرفي اللي عنده علاقه بالكتاب واللي عنده كذا. هذا ايضا نعتقد اللي الجامعي عنده دور كبير، عنده دور، مش كان الجامعي، حتى الاستاذ في الثانوي، المدرس بشكل عام، المدرس عنده دور المربي، كبير، خاطر نقولوا احنا المربي ساعات احنا نختاروا راهم لي تكست اللي نخدموا عليهم. علاش ديما نمشيو للي معناها كاتب صحيح؟ لي زيكريفان فرانكو فرونسي ils sont extraordinaires pour la plupart، مي راهو في تونس زاده فما وكيف يجي اتيديون يحب يعمل تيز ولا ميموار على الكاتب ولا الكاتبه الفلانيه التونسي، ما يلزمش الاستاذ يقول له لا هذه سي اون اوفر مينور، على خاطر راهو اون كومونس توجور مينور اي اون فيني بار ديفينير ماجور. صحيح، ما صارش معناها، مش ممنوع انه واحد ماهوش ممنوع، اما سي مال ثم شويه سي مال فيو، سي مال فيو. اي لا، ولكن احيانا مرات باش نسالكم على سؤال، تجربتكم الشخصيه، حاولتوش تنشروا في دار نشر فرنسيه؟ هذايا على خاطر نقول علاش نقول الكلام هذايا. تو انتم تبارك الله معناها تكتبوا وتكتبوا بشكل جيد، تبع مستوى معناها، وتنشروا، وهذايا ربما ايضا شيء ايجابي، انه ثم دور نشر تونسيه تنشر بالفرنسيه. ولكن نحن نعرفوا محدوديه اذا نحكيوا على الفرنكوفونيه، مش نحكوا على فرنسا، نحكيوا على العالم، فهمت؟ ثم شيء ما يوصلش. ولكن الثابت انه لما واحد يكتب كتاب ويخرجه في دار نشر فرنسيه، فثم ماكينه كامله قاعده تخدم، ماكينه نتاع رونتري ليترير، بروموسيون. حاولتوش انتم تعملوا واحنا نعرفوا انه الكتاب الفرنسي في فرنسا صناعه مش تدليك، سي با دو لا ريغولاد معناها، فهمتني؟ كي يقول لك انا اليوم عندي رونتري ليترير تلقى 160 ولا 100 ولا 300 رومان جديد، وغير لي زيسي غير هذه احنا ما عندناش الحق معناها، نستنوا معرض الكتاب هو احسن حاجه بالنسبه للكتاب التونسي معناتها ليفر فرانكوفون، سي كو تصير اون كويديسيون. كما نحكيو عليها كويديسيون، يعني نشر المشترك، نشر مشترك. يعني تنشروا الكتاب في فرنسا ومن بعد تلقى نشر تونسي ولا حتى كويديسيون في المغرب العربي زاد. على خاطر بالمقارنه سامحني، على بالمقارنه معناها الناس اللي يكتبوا في مجال العلوم الانسانيه غير الروايه، يعني سي معناها عندهم نوتوريتي كبيره ياسر، معناها عندنا توا نذكروهم، نجموا نذكروهم التوانسه في مجالات، في علم النفس مثلا، في علم الاجتماع، في الفلسفه، في كذا، موجودين التوانسه، موجودين الجزيريه، وموجودين المغاربه بشكل كبير في الثقافه الفرنسويه. احنا في الروايه وفي الادب غير طاهر بن جلون ما ثماش الاسم وياسمينة خضراء معناها الحق ما عندناش شكون اللي افتك ربما مكانه في الادب الفرنسي، حسب ما نعرفش، راني نقول الكلام ينجم يكون مش صحيح.
انا عملت معناتها جوستومون في المجال هذا ساعه بالنسبه معناها انا نراكم مثلا، انا نرى مثلا الروايات هذه راها في ساير، راها في قليمار، راها فهمت. tous les cas انا جيسبر معناتها جيسبر اللي في الروايات الجايه ان tous les cas باش نحاول ديما نمشي في الديمارش هذيك، خاطر ديما مش حاجه سهله معناتها لازم تبعث. توا بديت معناتها يفو انفويي معناتها لازم تبعث دي ميزون ديديسيون فرانسيز، ولازم تكون الجوده نتاع الكتاب تكون جوده باهيه معناتها لازم يكون مخدوم بالكدا خاطر فوالا. دونك نورمالمون جيسبر اللي في المستقبل نحاول نمشي في الديمارش هذيك كانت معناتها سوسخي حاجه سوسخي لا ميور استراتيجي بالنسبه للكتاب فرانكوفون معناتها يكون لبرا و ميم طون ثم يكون تونس. وعلاش الكويديسيون خاطر يخليه بسوم تونسي معقول. القدره الشرائيه خاطر قدره طبعا خاطر كتاب غالي بالنسبه كتاب ب 70,000 صعيب ما يتمسش. بالنسبه للجزء الثاني نتاع السؤال، انا والله ما نكذبش عليك معناتها انا كنت نجم يكون معناتها ساعات منغلق هكا شويه، اما هلايمات باش هكاك الفتره هذه باش هكاك جوستومون نحب نخمم جوستومون في الادب الفرنكوفوني. دونك انفتحت شويه وقريت معناتها دي زوتور فرانكوفون واكتشفت بوكو دوتور انتريسون. انا مثلا شخصيا ليلى سليماني مثلا اكتشاف عجبني برشا. ليلى سليماني معناتها كلي انا خاطر نمشي راهو الحق باش نكون نمشي بالكتب اللي يدخلوا لي قلبي ديريكتومون معناتها ما نحبش سي با لا بروموسيون ولا معناتها كتاب بالحق نحس ثم حاجه كلي على برشا كتاب توانسه من يعني توانسه يهود كتبوا بالفرنسيه في الادب الفرنسي يعني يكتبوا اشياء معناها ايضا على تونس يكتبوا اشياء معناها مذهله معناها. Voilà, en fait tout un monde à découvrir. أنا bon نعرفش d'intellectuel مش حتى في الأدب معناتها d'intellectuel tout un univers. وثم تو إسعاد جبار يحكيوا عليها زاد برشا رجعت معناتها، وحتى فوزية زويري زاد فوزية أيضا عندها معناتها Le corps de ma mère c'est un très beau livre. Donc اكتشفت معناتها الأدب وأنا معناتها خاطر كنت نقرا برشا الادب يعني الليتراتور اوكسيدونتال والليتراتور روس والليتراتور امريكان، اما نحب نقرا الادب التونسي والمغاربي على خاطر نلقى فيه جوستومون طريقه نتاع كتابه اللي انا بدي نلوج عليها معناتها كيفاش تنجم تدخل اللغه نتاعك، كيفاش تنجم تحط المراجع نتاع الثقافه نتاعنا. ثم طريقه نتاع كتابه تلقاها كان في الادب المغاربي تنجم تلقاها لا في الادب الفرنسي لا في الادب الروسي لا في الادب تلقاها كان في يعني دونك سي تري امبورطون باش نكتشفوا. وثم برشا كتاب معناتها وبرشا اسامي نجموا نكتشفوهم. واضح. محمد احنا قبيله سالنا سؤال وخليناه سؤال معلق باش نرجعوا له، هو انه ثم شكون اللي يقول لك أن نكتب بالفرنسويه، قلناها احنا في اول حصه كنت تنرجعوا انه اللغه الفرنسويه تسمح لي مثلا باش نعبر على اشياء ما نجمش نعبر عليها بالعربي. انا قلتها لك. انت قلتها انت. اي مازال هذه الحاله هذه صحيحه؟ اي الجمله العربيه تعتبر انت العربيه؟ لا مش العربيه. لا نسال فيك مش نتهم فيك. لا نعرف اما حبيت انا نفسر لك. هذايا ما يخصني كان انا، مش معناها اي شخص عنده حرج. انا نعتقد اللي اللغه العربيه تعريني اكثر من اللغه الفرنسيه. فما كلام فما كلمات معينين نجم نقولهم بالفرنسيه يعني ساباس هكاكا معناها بكل سهوله، تجي تقولها بالعربيه الكلمه تخوف اكثر ولا توجع اكثر. ولا شوف انت مخارج الحروف بالعربيه كيف هما راهم، الكلمه بالعربي انا بالنسبه لي نحكي على روحي تعريني اكثر برشا، بخلاف اللي احنا في الفوكابولير نتاعنا في العربيه. فشنو تقصد بتعريني يعني اللغه تعريني بالعربيه اكثر؟ شوف فما كلام فما كلام وقت اللي ترجمت الجاسمان نوار باغ اكزومبل، نذكر انا وسي شكري مبخوت يقرا معايا قبل ما يثبت معايا في الاصلاح يعمل لي الفو يلي الفو دير الكلمه هذيك. علاش انت خاطر انا بالعربي على بالعربي اي خاطر فما برشا حاجات انا تحشم بها دي سوجي. انا من عائله اونتر كيمي محافظه، فما كلام ما يتقالش حتى اللي انا جوز دون لو سونس معناها اللي اون طونك بنيه تونسيه عايشه في وسط معين جو نوز با، فما كلام ما يتقالش. تبقى بالفرنسيه جو بو مو بيرميتر دو لو دير. انا خادمه تيز على جورج باتاي، انا قاريه سعد، انا خادمه على معناها نيتش، دونك معناها بالفرنسيه جو بو مو بيرميتر.
جو مو دي ابخي تو حتى كي مش يقراوني مش باش يفهموا لي معناها اش باش نقول، مش مشكله. فهمت؟ يعني تتخبى وراء اي مش تتخبى فعلا قناع. ولكن ثم اليوم قاعد شكون يكتب بالعربي معناها يكتب في اشياء معناها اي هو نحكي على روحي انا. تحكي على اما انا تجربتك. كي نكتب كي نجي نوجع الكلمه بالعربي اكتشفت اللي فما حاجات ما نعرفهمش بالعربي من اصله. فما باغ اكزومبل دي زورغان دو كور ما نعرفش نسميهم لك بالعربيه. واضح. باغ اكزومبل واضح. يعني وهذا الكل راهو يرجع للثقافه نتاعنا، يرجع كيفاش تربينا احنا. انا لا نسمي الاشياء باسمائها بمسمياتها فوالا اكزاكتومون. موضوع جاي. صحيح الفرنسويه تخلي الانسان يعبر اكثر على حاجات طابوهات او على حاجات مسكوت عنها وعلى اشياء ما تتقالش. بالنسبه ساعه التجربه الشخصيه، انا معناتها من الاول ما خممتش، كانوا معناتها التجربه الشخصيه ساعه كانوا عندي اساتذه في العربي اللي ما حبونيش برشا في معناتها هكا كنت كيفاش نقولوا معناتها لي زاسوسيي الحاجات هكا حاجاتي ماهمش حاجات ايجابيه. ومن بعد ما نعرفش كيفاش كنت نقرا انا في روايات الجايب بكل المصريه، ومن بعد اكتشفت هكا الليتيراتور بولار، ليتيراتور دو جور، ليتيراتور فانتاستيك مع ستيفن كينغ، ولقيت فيها جوستومون هكا اون سيغتان ليبرتي معناتها عوالم اللي ظهروا لي ما كانوش موجودين. اما من بعد وقت اللي كبرت وقريت ودخلت نقرا في الفلسفه فهمت اللي هذه نجم تكون احكام مسبقه، خاطر اللغه العربيه تقول كل شيء، اللغه العربيه لغه ثريه وكل شيء وكل شيء يترجم والحكايه الكل معناتها في كل اللغات ما ثماش. اما الصحيح اللي كان ثم افكار مسبقه على اللغه الفرنسيه اللي نقولوا اللي هي كاننا نسخيبوها هي باش تعطينا يعني مثلا التحرر من الفكر الديني، واللغه العربيه هي اللي تخلينا نقصوا في الفكر الديني. مش صحيح. واضح. مش حاجه صحيحه. انتهى الوقت. جاوبوني باختزال شديد سؤال نختموا به. ماذا تنتظرون من القمه الفرنكوفونيه في تونس؟ أنا بالنسبة لي ننتظر أنهم يخليوا تحت الأضواء لي فرانكوفون تونيزيان، مش كان اللي موجودين لبرا في فرنسا، مش كان اللي ينشروا في فرنسا. راهو في تونس فما زوز أنواع من الفرانكوفون. فما زوز فما التوانسة اللي يكتبوا بالفرنسي في فرنسا وينشروا في تونس، وفما اللي يكتبوا رغم اللي راني ما عندي حتى عداوة معهم، بالعكس مثلا كيما أيام المناعي جادور سكي ليكري، مي نحب ما نقعدوش ديما نفس الاشخاص هما اللي تسلط عليهم الاضواء. راهو فما ناس اخرين ينشروا في تونس ويسحقوا انهم يتعرفوا. واضح. باختزال محمد يكون نفس الشيء معناتها الاعتراف يكون اوسع، يعني الريسونسمون يكون اوسع للكتاب، هذيك الحاجه نستناو فيها يمكن. ولا فالوريزاسيون دو لا فرانكوفوني، يعني مش اللغه الفرنسويه اللي تجي من الفوق يعني واللي هما توا فهموا السيستم اللي هي لغه معناتها واضح. شكرا جزيلا. هذه ملامسه اولى. انا جربنا الناس اللي تكتب بالفرنسويه وباش نجيبوا ناس اخرين يكتبوا بالفرنسويه ونحكيوا، لانهم ايضا مساهمين في الكتابه التونسيه والكتابه والثقافه العربيه. شكرا على ايضا. خليني نعرف بكتاباتك سي محمد. اذا عندك روايه سكولتور دو ماسك صادره عن دار نقوش عربيه، وروايتك هذه نوريوها لي غاف بيردو دو ليلى، احلام ليلى الضائعه عن دار نقوش عربيه. ومؤخرا كتابك صدر عن نيرفانا حول الكاتب الروائي الياباني ميراكامي الى لوجيك دو غاف، يعني منطق الاحلام suivi de sur la littérature de l'expérience limite، يعني حول تجربه الادب وتجربه التخوم او تجربه الاقاصي. واعتقد هذا قريب لك انت على باتاي، هذا مفهوم نتاع جورج باتاي. هذا صدر عن دار نيرفانا. باهي انه الكاتب يكتبها الروايه وفي نفس الوقت يعمل ريفليكسيون فكريه. وفاء ورينا لو جاسمان نوار، هو فعلا جاسمان نوار ياسمين الاسود. روايتك الصادره عن الدار التونسيه للكتاب في نسختها الفرنسيه اولا، ثم الياسمين الاسود روايه في نسختها العربيه. وفاء غربال قدمها لك. شكري مبخوت. شكري مبخوت. ونذكر بروايتك عن نفس الدار التونسيه للكتاب رومان وفاء غربال لو تانغو دو لا دييس دي دون، رقصة التانغو ربة الكثبان. ونذكر بكتاب فوزية الزواري
فوزية الزويري. هذا الكتاب صدر عن دار روشي فالنتين دارابي لانيس اوبليي دو لامارتين. وخليني نعرف بكتاب منظر الكيلاني اللي هو أحد كبار الأنثروبولوجيين التونسيين، وهو أستاذ جامعي مرموق في جامعة ميلانو، أنثروبولوجي دي لوكال أو جلوبال أرمان كولان. وأحسن ما نجم نختم به هذه الحصة صوتك وأنت تغني وأنت تغنينا نمكي. شكرا جزيلا، ميرسي بوكو. نهدي لك روحي ودموعي وحبي، نهدي لك عمري وكل دقة في قلبي، نحفر بدي قبري ندفن فيه